السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرة تانية بأبطال الصف السادس الابتدائي. في الفيديو اللي فات راجعنا الوحدة الأولى مراجعة شرح سريع. في الفيديو النهاردة بقى هنحل الامتحانات الاسترشادية على الوحدة الأولى. معاكم ميس سارة رؤوف. يلا بينا مع بعض مع أول نموذج. أول سؤال بيقول: أمام خريطة صماء للوطن العربي اكتب مدلول الأرقام عليها. رقم 1، ده البحر ايه؟ البحر الأحمر. رقم 2، خليج، ده خليج عمان. 3، المحيط، ده ناحية الغرب يبقى المحيط الأطلنطي. 4، دي دولة ايه؟ الدولة الصغيرة اللي فوق عند المحيط دي دولة المغرب، دولة المغرب. 5، دولة ايه جنب مصر على طول؟ دي سهلة، دولة ليبيا. السؤال التاني بيقول اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. رقم 1، يتمتع الوطن العربي بموقع جغرافي متميز. طبعا صح. كانت حرفة الزراعة إحدى الحرف السائدة في شبه الجزيرة العربية. خطأ. أمال حرفة إيه؟ حرفة الرعي. اتفقت قريش على قتل الرسول ومنعه من الهجرة. صواب. عملت ايه؟ ده صح طبعا، عملت مؤامرة، ولكن المؤامرة دي طبعا فشلت. رقم ب في السؤال الثاني: بما تفسر. اجتماع قريش في دار الندوة. ليه هم اجتمعوا في دار الندوة؟ علشان ايه؟ ليتآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم خوفا على مصالحهم، وعلشان يمنعوا النبي من الهجرة. يبقى هقول لمنع النبي من الهجرة ليثرب خوفا على مصالحهم. تمام. وليتآمروا على قتله. رقم 2، إرسال أبا بكر الصديق الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. تاني، ليه أبو بكر نشر أو أرسل جيوش خارج شبه الجزيرة العربية؟ لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية. رقم 3، أكمل العبارات الآتية. النقطة رقم 1، تمتد أراضي الوطن العربي بين قارتي إفريقيا وآسيا. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عمه بحرفة الرعي. تحولت دعوة الإسلام إلى خارج الجزيرة العربية بعد صلح الحديبية. طب كان كام؟ كان سنة كام؟ 6 هجريا. جهز الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته جيشا بقيادة أسامة بن زيد إلى إيه؟ كان هيرسله فين؟ إلى الشام. آخر نقطة: اتخذ الخليفة عمر بن الخطاب من هجرة الرسول إلى المدينة بداية التقويم إيه؟ بداية التقويم الهجري. بعد كده النموذج الثاني. أول سؤال مع بعض برضو. رقم ألف، خريطة للوطن العربي. رقم 1، البحر، ده البحر إيه؟ البحر المتوسط. 2، دي دولة إيه؟ أكبر دولة هي في المساحة تبقى على طول دولة الجزائر، دولة الجزائر. ولو مشيناها بالترتيب على الخريطة، مصر بعدها ليبيا بعدها الجزائر. تمام. رقم 3، الخليج، ده الخليج العربي. ورقم 4، الصحراء، دي الصحراء ايه؟ الصحراء الكبرى. رقم ب، بما تفسر. شهرة مكة تجاريا. ليه مكة مشهورة تجاريا؟ لأنها كانت تقوم برحلتين تجاريتين: رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. السؤال الثاني، عايزني برضو أكتب كلمة صواب أو كلمة خطأ. أول واحدة: يحد الوطن العربي من جهة الشرق المحيط الأطلنطي. جهة الشرق المحيط الأطلنطي طبعا غلط أو خطأ. المحيط الأطلنطي من جهة الغرب. طيب بعد كده: ساد النظام الملكي في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. خطأ، النظام القبلي مش الملكي.
رقم 3، وضع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة وثيقة لتنظيم شؤون المدينة. صح، دي طبعا سميناها صحيفة المدينة. رقم 4، تم اختيار عمر بن الخطاب كخليفة للمسلمين بناء على رأي فردي، يعني رأي واحد لوحده، خطأ. احنا قلنا أبي بكر الصديق قبل وفاته أوصى إن هو يكون خليفة بعد أن استشار عدد من الصحابة، يبقى هو مش رأي فردي. رقم 5، نقل الخليفة علي بن أبي طالب مقر الخلافة الإسلامية إلى الكوفة. صح. السؤال الثالث، صوب ما تحته خط. يمتد الوطن العربي بين قارتي آسيا وأوروبا. طبعا أوروبا هشيلها وأكتب مكانها إفريقيا. كانت رحلة قريش صيفا إلى اليمن، هشيل اليمن وأحط الشام. كانت حرفة التعدين إحدى الحرف السائدة في شبه الجزيرة العربية، حرفة الرعي. أنشأ عمر بن الخطاب أول أسطول بحري، هشيل عمر بن الخطاب وأحط عثمان ابن عفان. نقل علي بن أبي طالب مقر الحكم إلى بغداد. طبعا غلط، إلى الكوفة. إلى إيه؟ الكوفة. كده نكون حلينا النموذجين الاسترشاديين على الوحدة الأولى. الوحدة دي سهلة جدا، بس أنا عايزاك تحل كتير، تجيب تدريبات الكتاب المدرسي تحلها كلها، وكل مرة تقف عند نقطة ارجع ذاكرها تاني، وهتلاقي الموضوع سهل جدا. ولو احتجت أي حاجة اتواصل معايا.